الفاطميين كانوا يعرفوا انه ارسال جيش من مصر الافريقيه صعيب برشا، المسافه بعيده والظروف السياسيه والجغرافيه مش مواتيه بعضها، فاستعملوا اخطر سلاح اجتماعي في تاريخ المنطقه اللي هو قبائل بني هلال وبني سليم. ابن خلدون في كتابه يقول: أذن لهم المستنصر الفاطمي في اجتياز مصر إلى إفريقيا، ويزيد يقول: فأجازهم وبعث معهم الأموال. الهلاليين يا سيدك من سيدك قبائل عربية تنتسب إلى هلال بن عامر بن صعصع من قبائل هوازن القيسية. من قديم الزمان ومن عهد الجاهلية معروفين بقوتهم في القتال وكثرة عددهم وشدة بأسهم. يوصفهم ابن خلدون في كتابه: أهل عدد وعدة وبأس وشدة لا يطاقون إذا اجتمعوا. ويوفى ما كانتش هجرتهم من جزيرة العرب بالإفريقية رحلة عادية كما كنا نقرأ على تنقل أي مجتمع بشري لأي بلاصة، لا، هذه دخلت فيها عوامل سياسية واقتصادية وبيئية. بلاصتهم اللي كانت في نجد والحجاز عانت من الجفاف المتكرر ونقص في المراعي اللي خلى فروع كبيرة منهم يهاجروا صعيد مصر ويستقروا غاديك عقود طويلة. يمشي يا زمان ويجي يا زمان، ولاو قوة عسكرية حاضرة في المشهد المصري تستعين بهم الدولة الفاطمية الشيعية وقت الحاجة، لكن زادة كانوا يقرأوا لهم ألف حساب وما يعطيوهمش جنب. وصل نفوذ الهلاليين لدرجة خلى الخليفة الفاطمي المستنصر بالله يرى فيهم أفضل طريقة لإعادة هندسة المشهد السياسي في إفريقيا بعد ما خرجت الدولة الزيرية على طاعته سنة 442 هجري. وهنا يقول لنا المقريزي على دوافع المستنصر بكل وضوح: وأرسل المستنصر جموع العرب من بني هلال وبني سليم وأطمعهم في بلاد إفريقيا ليوقعوا الخراب في ملك بني زيري. مال علاش اللوم على الكهنة مال؟ إذا كان القرار الفاطمي سياسي واستراتيجي، تحويل الهلاليين لقوة نووية تستعمل لمعاقبة المعز بن باديس الزيري لأعلن ولاءه للخلافة العباسية في بغداد، هذا ابتداء، وزاد شعبه اللي رفض التشيع وساند علماء المالكية لما طالبوا المعز بعودة المذهب السني، يعاقب فيهم. وبالطبيعة بتحصيل حاصل القبائل العربية باش تلقى في رحلتها نحو إفريقيا مكسب اقتصادي ما كانوش يحلموا به من قبل، الأرض أوسع والمراعي أغزر والفرص أكبر. دخول الهلاليين إفريقيا عام 443 هجري 444 هجري تقريبا، قول انت 1051 ميلادي 1052 ميلادي، كان على شكل أفواج وأمواج. قال لك ما عاشتش البلاد كيفها منذ الفتح الإسلامي الأول. كانت أبرز قبائلهم بنو رياح، بنو زغبل، أثبج وبنو سليم. صور لنا ابن خلدون المشهد وقال في كتابه العبر: وانهالت جموع العرب كالسيل الجارف لا يردهم شيء. وأول ما بدأوا بالسيطرة على الأرياف والضواحي بعد ما قربوا من القيروان، قلب إفريقيا النابض منذ تأسيسها، وفي سهل صبرة دارت المعركة الشهيرة اللي انهزموا فيها الزيريين، وبدات الضواحي تسقط واحدة وراء أختها حتى دخلوا إفريقيا. هكاك انسحبوا الزيريين لجهة الساحل وخذوا المهدية مركز جديد للحكم. يقول ابن الأثير في الكامل: وخربت إفريقيا خرابا لم يرى مثله. الهلاليين ما كانوش قوة تخريبية كهو، بل كانوا زاد عامل حاسم في تغيير البنية السكانية والثقافة واللغة للبلاد. استقرت القبائل في السهول والواحات والمناطق الداخلية وامتزجوا بالسكان المحليين. مع مرور الزمان ولت اللغة العربية لغة الريف والأرياف كما لغة المدن وقتها، وهذه نقلة حضارية ما صارتش في تاريخ إفريقيا من قبل. خاطر قبل ما يجيوا الهلاليين كانت اللغة العربية وقتها حاضرة في القيروان، المهدية وسوسة وصفاقس، وما كانتش اللغة العربية غالبة خارج المدن الكبيرة. يقول ابن خلدون: وغلبت العروبة على جميع الضواحي وصارت بلاد إفريقية عربية محضة إلا قليلا. كان دخول الهلاليين لإفريقيا أكبر عملية تعريب اجتماعي عرفتها البلاد منذ الفتح الإسلامي الأول. ومن آثارهم زاد انتشار اللهجة القيسية اللي باش تولي بعد أصل اللهجات العربية في شمال أفريقيا. الهلاليين جابوا معاهم مفردات وتراكيب وأساليب من صميم العربية القديمة، ولات هي لغة الحياة اليومية، بدأت في البادية والريف وبعد بدأت تدخل المدن بالتدرج. يحكي ابن خلدون على أثر الشعر اللهجي الهلالي وانتشاره، يقول: ولهم أشعار كثيرة يتناقلونها وهي عربية صرفة على مذهب العرب الأولين.
الشعر هذا يجمع ما بين الفصحى واللحن البدوي القيسي، يتسمى زيادة الشعر البدوي. على فكرة راهو ما يشبهش للشعر الشعبي المغاربي المتأخر اليوم، بل أقدم وأعرق وأقرب للهجة الإسلام الأولى، بل أقرب للهجة العرب في الجاهلية. مع طول الزمان ساهم وجودهم في تغيير التركيبة السكانية، تزاوجوا مع المحليين برشا، ولات العربية لغة أغلب البلاد، وتشكلت الهوية اللغوية الجديدة الإفريقية اللي باش تأسس اللهجات المغاربية الحالية. هذه حكاية الهلاليين باختصار، وخليني نرجع بيك للزيريين اللي هما أصل حديثنا. ما هو عمك المعز بن باديس حاول باش يفاوض، مش كل يفاوض، قبائل كبيرة مسلحة جواعة ويمشيوا كان بمنطق الغلبة. وجات اللحظة اللي تغير فيها كل شيء سنة 449 هجري، قطعوا الهلاليين كل الطرق على القيروان ومنعوا وصول الحبوب وحاصرها، وبدأت المجاعة. يقول ابن خلدون: وأطبق الغلاء بالقيروان حتى أكل الناس الميتة. ويقول ابن عذيري: واشتد الحصار وخرج أهل القيروان في ليال ودخلها بنو هلال. ودخلوا مدينة القيروان اللي كانت يوما ما عاصمة العلم في شمال إفريقيا، وصارت هجرة القيروان الكبرى. خرجوا أهاليها بالآلاف لتوجه منهم للمهدية وشي لصقلية وشي للأندلس. ابن رشيق بيدو عاش لحظة الهجرة الكبرى، يقول في العمدة: فلما دخلت العرب القيروان خرجت أنا ومن معي وتركنا الديار. وصارت واحدة من أعمق الهجرات الثقافية في تاريخ المغرب العربي. عام 449 هجري الدولة بدأت في الانكماش، والمعز خلى القيروان ومشى للمهدية، ومنها ولات دولة ساحلية أكثر منها دولة إقليمية. يقول ابن الأثير: ولجأ المعز إلى المهدية وصارت دار ملكه. وخرجت إفريقية الداخل من يده وولات في يد الهلاليين. ومن 449 هجري 454 هجري تسميت فترة مقاومة اليائس أو السنوات الأخيرة للمعز. صحيح المعز حاول يسترجع بعض المناطق لكنه يفشل كل مرة، وحتى حاول يدعم التجارة البحرية لكن الضغط الداخلي كان أقوى منه، ومع ذلك حافظت المهدية على مستوى مقبول من النظام. توفي المعز رحمة الله عليه سنة 454 هجري بعد حياة مليئة بالأحداث، وخلفه ولده تميم بن المعز عام 454 هجري حتى 501 هجري. وقت اللي جاء تميم كانت البلاد مدمرة، لكنه حاول وركز على الأسطول البحري وقاد حملات قوية على صقلية. يقول ابن خلدون: وكان تميم شجاعا بحريا وله غزوات في البحر. وفي عهد ولات المهدية مدينة غنية بالحرف والصناعات والتجارة، تحسن شوية الحال. في سنة 501 هجري حتى 509 هجري جاء الحكم ليحيى بن تميم، وفي عهده ظهرت مؤشرات نهضة اقتصادية صغيرة واستقر الوضع شوية. يقول ابن الأثير: وكانت أيامه أرفه من أيام من قبله. طورت تجارة المنسوجات والزيوت، واستمرت العلاقات التجارية مع صقلية وإيطاليا. ثم جاء علي بن يحيى سنة 509 للهجرة حتى 515 ليواجه ضغوط كبيرة من الداخل ومن الخارج. البندقية وجنوة قمروا المهدية وبدأوا يعتبروها خطر كبير على تجارتهم، وزيد ضعف الجيش خلى الدفاع صعيب. وجاءت الحملة الصقلية النورمانية من عام 515 هجري حتى 555 واللي تتسمى بالسقوط الأخير. يا سيدك من سيدك في منتصف القرن الخامس الهجري طلعت قوة جديدة في البحر اللي هم النورمان بقيادة روجر الثاني. يحكي لنا ابن الأثير يقول: فأقبلت مراكب الروم إلى المهدية ونازلوها. حاصروا النورمان المهدية عام 543 هجري حصار شديد، وفي عام 555 سقطت المهدية نهائيا في داهم وانتهى الحكم الزيري. يقول ابن خلدون: وانقرضت دولتهم وبقي اسمهم فقط في البلاد. من بلكين وبديس إلى المعز وتميم عاشت الدولة الزيرية قرابة قرنين من الزمان. بناوا وصلحوا وأقاموا حكم متميز سياسيا، وخاصة حافظوا على هوية إفريقية السنية. لكن الغدر الفاطمي والغزو الهلالي والصراعات الداخلية وصعود القوى البحرية الأوروبية أنهى حاجة كان اسمها يوما ما الدولة الزيرية. ما تنسى تشارك في القناة باش تخلط على بايك في الحلقات الجاية. السلام عليكم.